كشف مصدر من النادي الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي قررت توقيع غرامة مالية على الجهاز الفني للفريق الأول بسبب الخروج المبكر من بطولة كأس مصر. وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار التعامل المتساوي بين اللاعبين والجهاز الفني، حيث اعتبرت الإدارة أن الخروج من البطولة يقع جزء من مسؤوليته على الجهاز الفني. وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ستقوم بمراجعة التقرير الفني والإداري الخاص بالمباراة التي ودع فيها الفريق البطولة، وذلك لتحديد قيمة الغرامة بشكل نهائي وضمان تطبيقها بما يتوافق مع اللوائح الداخلية للنادي. يستروب بيعلن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل في يناير، وهم مصطفى العش ومحمد مجدي قفشة وأحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري وأحمد رضا. ورغم ذلك يرغب تروب في استمرار بعض العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق، وعلى رأسهم عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري. وجه نادي بيراميدز ضربة قوية إلى النادي الأهلي، وذلك بعد تعرض محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق ونجم منتخب مصر لقطع في الرباط الصليبي للركبة. وسرب أحد الأشخاص للنادي الأهلي أن في مفاوضات جادة من جانب إدارة بيراميدز مع توفيق محمد الظهير الأيسر لفريق بتروجيت لبحث إمكانية ضمه في الفترة الحالية. وتأتي مفاوضات بيراميدز مع توفيق محمد رغم رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدماته، ولكن تبقى الأزمة في مطالب إدارة بتروجيت بالحصول على 50 مليون جنيه للموافقة على بيعه. وجاء دخول بيراميدز في مفاوضات مع توفيق محمد ليزعج حسابات النادي الأهلي، خاصة أن الأهلي يدرس الموقف في الجبهة اليسرى بعد إصابة محمد حمدي، والذي كان قريبا بشدة من الانتقال للأهلي في صفقة انتقال حر. أكد أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية على وضع منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام كوتيفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أفريقيا، موضحا أن في حالة من القلق تسود الشارع الرياضي المصري في ظل قوة المنافس وصعوبة اللقاء. وأشار ميدو إلى أن منتخب كوتيفوار يمتلك عناصر مميزة على المستوى السرعات والالتحامات البدنية، وهو ما يفرض الجهاز الفني لمنتخب مصر ضرورة إعادة النظر في طريقة اللعب وعدم الاعتماد على نفس الأسلوب التكتيكي الذي خاض به الفراعنة مبارياتهم السابقة. وأوضح ميدو أن الاستمرار في اللعب برأس حربة وحيد دون تنويع الحلول الهجومية أو الضغط المتقدم قد يعرض المنتخب لخطر أمام منتخب يتمتع بالقوة والسرعة، مؤكدا أن فرص الفوز في هذا الحالة لن تتجاوز 20% ما لم يتم إجراء تعديلات فنية واضحة على مستوى التشكيل والخطة. وشدد ميدو على أهمية استغلال نقاط ضعف المنافس خاصة في التحولات الدفاعية، مع ضرورة وجود توازن بين الشقين الدفاعي والهجومي حتى لا يتعرض المنتخب لضغط مستمر من لاعبي كوتيفوار. واختتم ميدو تصريحاته بالإشارة إلى أن غياب محمود حسن تريزيجيه بداعي الإصابة يمثل تحديا إضافيا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وقد يدفع له إجراء تغيرات في طريقة اللعب بحثا عن حلول تكتيكية جديدة تمنح منتخب مصر فرصة أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة القارية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.